شجر أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع. أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعود والدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمله متجمع لله أقمار أفلن بكربلاء ولا بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت أضبات يثرب والمقام أرفع طف تعبرا أعلم من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولا بتربة الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصلوه متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعي جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبت منه أفضع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزع لهفي لآله كلما دمعت لا عينون بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرب فوق أبياتها ويماط عنها الملفع يقول السيد ابن طاووس وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فصاطهم وهم يسلبوهن أخذت سيفا وأقبلت نحو الفصاط
وقالت يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله يا نساء رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله، ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات، فقلن للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين، فمروا بهن على المصاريع، فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن، مروا بهن على القتلى مصرحتين ما بين منعفر في جايا بمصطلمي، ومذ رأت زينب جسمايا الحسين عليا موغى خويبا بدم النايحر واللممي، نادت إنسان عيني يا حسين خيا أملي وعقد جمالي المنغودا، ودعتك الله يا عيوني، خويا يرجون عنك ياخذوني، زجري وخولني باروني، انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، يا للحمية ما تجوني، من اجل حاجة تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب، يا جداه يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، وبناتك سبايا والى الله المشتكى، والى محمد المصطفى، والى علي المرتضى، والى فاطمة الزهراء، والى حمدة سيد الشهداء، ومحمد هذا حسين محجوز الراس من الخفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين ذهبا، بأبي من فصاته مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من ردت له الشمس حتى صلى، فأبكت والله كل عدو وصدي، ثم إن سكينة سألت من عمتها لمن تخاطبي، فأجابتها أخاطب أباك الحسين، فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنقت جثتها، منادي يا والدي والله وما أنا صير من جغر يتيمة، مويا والناح من عضبك لجيمة، فأبكت جميع الأعداء. قال ابن سعد نحوها من على جسد أبيها، فاجتمع
عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية وكأن بها نادت مو يا برك لو رغم عليا أنا يجرني العدو من بين يديك أصرخ وزير العالية واجري بحميتك ما تخليك معلوم يا الحز ولديك. يقول الراوي ثم إن عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأجدي إلى عبيد الله بن زياد، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فصبحت وسرح بها مع شمر بن الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج، فأقبلوا حتى قدموا بها إلى الكوفة. ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على أحلاس أقتاب الجمال، وهن ودائع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله كانت 78 رأسا، فاقتسمتها القبائل لتتقرب إلى ابن زياد وإلى يزيد، فجاءت كلدة ب13 رأسا وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن ب12 رأسا وصاحبهم شبر بن الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا، وجاء بنو أسد ب16 رأسا، وجاءت مذحج ب7 رؤوس، وجاء سائر الناس ب13 رأسا. ولما انفصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطوائر الزواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه. وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهم. قال فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من أي الأسارى أنتم؟ فأجابتها بنات علي نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملا وأزر ومقانع فأعطتهن. وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت وكأني بالعقيل نادت شمال الناس تتفرج علينا. عمت عين اليصيد بالعين لينا يخسر قال الغايب ولينا وراسف للرموح لينا يتفكر. قال بشير بن خزيم الأسدي فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون. فقال علي بن الحسين
أتنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر خبرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل القتل والغدر والمكر، أتبكون فلا رقعت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفا، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصرف النطف والصدر الشرف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على جمنة أو كفرة على ملحود، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومهد الرسالة وسيد شباب أهل الجنة ومنال حيرتكم ومفتح نازلتكم ومنار حجتكم ومدرى سنتكم. ألا ساء ما تدعون وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبعتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم. لقد جئتم بها طلعاء عنقاء سواء فقما خرقاء شواك طلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المال فإنه لا يحفظه البدار ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم، ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب وكولكم خير الكول ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يخزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى وكان لها من العمر 11 سنة، فأبكت جميع من حضر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير نحل ولا اعتراض. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب المسلوب حق المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تحتا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل، هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك، زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك، رضيته فهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده، وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا بينا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم، قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم والله خير الماكرين، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزق العظيم في كتاب من قبل أن نقرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكان قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم أتدرون أية يد طعنتنا منكم وأية نفس ندعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا، والله قست قلوبكم وغلظت أكبادكم
وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. فتبا لكم يا أهل الكوفة أي تراث لرسول الله قبلكم وذحول له لديكم بما عنتم بأخي علي بن أبي طالب عليه السلام جد بنيه وعترته الطيبين الأخيار. وافتخر بذلك مفتخر فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكذكث والأسلب. افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وقعك ما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما كسب وما قدمت يداه. أحسدتمونا ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى به. فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك ساج ما يواري التعامطا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأمضيت نحورنا وأبرمت أجوافنا فسكتت. وخطبت أم كلثوم بنت علي عليهما السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواة لكم ما لكم خذلتم حسينا وارثتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وزبيتم نساءه ونكبتموه. فتبا لكم وسحقا ويلكم أتدرون أي دواء داتكم وأي وتر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال اكتابتموها. قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقد. سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد. فضج الناس بالبكاء والنحيب ونشرت النساء شعورهن ووضعن التراب على رؤوسهن وخمشن وجوههن ولطمن خدودهن ودعون بالويل والثبور وبكى الرجال فلم ير باك وباكيه أكثر من ذلك اليوم. فقالوا بأجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك. فمرنا بأمرك يرحمك الله فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك. لنأخذن يزيد ونبرأ منك
وممن ظلمك وظلمنا. فقال عليه السلام: هيهات أيتها الغدرة المكرة، حين بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، وجده والله بين لهاتي، ومرارته بين حناجري، وحلقي وغصص تجري في فراش صدري، ومسألتي أن تقولوا لا لنا ولا علينا. ثم قال: لا غرو، إن قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا منه وأكرما، فلا تفرحوا يا أهل كوفة بالذي أصيب حسين، كان ذلك أعظما. قتيل بشط النهر روحي فداؤه، جزاء الذي أرتاح نار جهنم. ثم قال عليه السلام: رضينا منكم رأسا براس، فلا لنا ولا علينا. قال الراوي: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس وأذن إذنا عاما، وجيء برأس الحسين فوضع بين يداه، فجعل ينظر إليه ويتبسم، وكان في يده سوط فجعل يضرب به ثناياه ويقول: إنه كان حسن الثغر. ثم قال: لقد أسرع الشيب إليك أبا عبد الله، يوم بيوم بدر. وكان عنده أنس بن مالك فبكى وقال: كان أشباههم برسول الله، وكان مخضوبا بالوسمة. وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله، وهو شيخ كبير. فلما رآه يضرب ثناياه قال له: ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصي كثرة يقبلهما. ثم انسحب باكيا. فقال له ابن زياد: أبكى الله عينك، أتبكي لفتح الله؟ لولا أنك شيخ قد خرف وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وهو يقول: أيها الناس، أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان، والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم، فبعدا لمن رضي بالذل والعار. ثم قال: يا ابن زياد، لأحدثنك أغلظ عليك من هذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى، ثم وضع يده على يافوخيهما، ثم قال: اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله عندك يا ابن زياد؟ وأدخل نساء الحسين وصبيانه إلى مجلس ابن زياد، فجلست زينب بنت علي
متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنة علي، فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. قال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها، فقال له عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال لها ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردى من أهل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلت كالي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة ولعمري لقد كان أبوك شاعرا سجاعا. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفث صدري بما قلت. ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ فقال علي بن الحسين. فقال أليس قد قتل الله عليا؟ فقال علي عليه السلام كان لي أخ يقال له علي بن الحسين قتله الناس. فقال بل قتله الله. فقال علي عليه السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب فتعلقت به فقالت يا ابن زياد حسبك ما أبدت من دمائنا، إنك لم تبخ منا أحدا، فإن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. وأنا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي فخرجوه ذو رحمي. أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفتح وأطفالي بغير حمي. أنا بقيت محيرة واصبج بلدي لا عبايات يبرالي ولا حسين يزجروني من ابكي وتدمع العين وتبقى يا عبرت بصدرتك الثار. فقال علي بن الحسين لعمته اسكتي يا عم حتى اكلمه. ثم اقبل على ابن زياد فقال بالقتل تهددني يا ابن زياد؟ اما علمت ان القتل لنا عادة
وكرامتنا الشهادة. ثم امر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل الى داره الى جنب المسجد الاعظم. فقالت زينب بنت علي لا تدخلن علينا عربية الا ام ولد او مملوكة فانهن سبين كما سبينا. ثم امر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم ان ابن زياد صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال في بعض كلامه الحمد لله الذي اظهر الحق وآله ونصر الامير يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام اليه عبد الله بن عفيف الازدي وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانت عينه اليسرى قد ذابت في يوم الجمل والاخرى في يوم صفين. وكان يلازم المسجد الاعظم يصلي فيه الى الليل. فقال يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوك يا عدو الله اتقتلون ابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين. فغضب ابن زياد وقال من هذا المتكلم؟ فقال انا المتكلم يا عدو الله اتقتل الذرية الطاهرة التي قد اذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا وتزعم انك على دين الاسلام وغوثه. اين اولاد المهاجرين والانصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين. قال فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت اوداجه وقال علي به. فتبادرت اليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه. فقامت الاشراف من بني عمه فخلصوه من ايدي الجلاوزة واخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به الى منزله. فقال ابن زياد اذهبوا الى هذا الاعمى اعمى الأز اعمى الله قلبه كما اعمى عينيه فاتوني به. فانطلقوا اليه فلما بلغ ذلك الأز اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم الى محمد بن الاشعث وامره بقتال القوم. فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة. قال ووصل اصحاب ابن زياد الى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه. فصاحت ابنته اتاك القوم من حيث تحذر. فقال لا عليك ناوليني سيفي. فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه ويقول انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهري عفيف شيخي وابن عامري كم دارع من جمعكم وحاسري
وبطن جدلته مغادري. فجعلت ابنته تقول يا أبتاه ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه أحد. وكلما جاءه من جهة قالت يا أبتي جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت ابنته وذو الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفا وهو يقول اقسم لو يفتح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. قال الراوي فما زالوا به حتى أخذوه ثم حمل فأدخل على ابن زياد. فلما رآه قال الحمد لله الذي أخزاك. فقال له عبد الله بن عفيف يا عدو الله وبماذا أخزاني؟ والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري. فقال ابن زياد يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال يا عبد بني علاج يا ابن مرجانه وشتمه ما أنت وعثمان أساء أو أحسن وأصلح أم أفسد؟ والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم. ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال عبد الله بن عفيف الحمد لله رب العالمين. أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد الياس منها وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. فقال ابن زياد اضربوا عنقه. فضربت عنقه وصلب في السبخة. قال الراوي وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر آل بيته. فلما وصل كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل أثقاله ونسائه وعياله. قال ابن الجوزي فسار القوم بهم وكلما نزلوا منزلة ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا نعم. قال بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال هل لكم في شيء؟ قالوا وما هو؟ قال عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليل وإذا رحلتم تأخذوه. قالوا وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدراهم. فأخذه الراهب فغسله وطيبه وتركه عنده فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله.
فلما أسفر الصوف قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أنني مولاك. ثم خرج من الدار وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين والأسرى من رجاله، فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر وكان من جملتهم، فقالت له لي إليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي؟ قالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواز سؤالها أن يجعلوا الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا، وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي، وذلك في اليوم الأول من شهر صفر. قال الراوي وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع، فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا؟ فقال الشيخ قد قرأت. فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. فقال له علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به، والتفت إلى زين العابدين وقال بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. ثم قال هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. قال سهل بن سعد الساعدي خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار
كثيرة الأشجار وقد علقوا الستور والحجر والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا شيخ نراك غريبا. فقلت أنا سهل بن سعد قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا سهل ما أعجبك؟ السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت ولماذا؟ قالوا هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهدى من أرض العراق. فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. فقلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب الساعات. فبين أنا كذلك فرأيت الرايات يتلو بعضها بعضا، فإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ورائه نسوة على جمال بغير وطاء. فدنوت من أولاهن فقلت يا جارية من أنت؟ فقالت أنا سكينة بنت الحسين. فقلت ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، وتأخذ مني 400 دينار. قال وما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعدته. قال الزهري لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعق. لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب. فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريب ديوني. ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من آل بيته على يزيد بن معاوية وهم مقرنون في الحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين عليه السلام أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصفة فأمر والله ولأم والله ما ذاكلت ولا لأميرك يزيد. فغضب يزيد وقال كذبت إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعل. قالت زينب كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستشاط يزيد غضبا وقال إياي تستقبلين بهذا الكلام إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله
قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، فكأنه استحيا وسكت. فأعاد الشامي قائلا هب لي هذه الجارية، فقال له يزيد اعذب وأبى الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا، أعرفتها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع الشامي بذلك قال وقال يزيد قبحك الله، والله ما ظننت إلا أن هؤلاء من الترك أو الكابل تقتل ذرية رسول الله وتزعم أنهم خوارج. فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فأمر به أن يقتل، فقتل رضوان الله عليه. ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه. فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه ويزيد يستره عنهما. فلما رأينا صرخنا بالبكاء. ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما أن يدخلوا، وأخذ يزيد مقصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر، وأنشد أبا قومنا أن ينصفونا، فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلقها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقال يحيى بن الحكم أخو مروان وكان جالسا عنده لهام بجنب أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد على صدره وقال اسكت لا أم لك. وأما العقيل زينب فإنها لما رأته آوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسين يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة وبنا، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا عسى نبتسل واروح ويا أولاي شوفتي مخلوق مدمع يا كون اشوف الرجس يضرب ثنايا، يا ريف اليتامى لا عدمناك، ويا لي أضمنا ما جرى على حد، وشاف يا ضربين العد جرحا، وشاف على راس ثبت العايا، وشاف عصيت دويت بحامي ثم جفل يزيد يقول ليت الشاخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزايا،
فبينه ويترنم بأبياته وإذا بصوت العقيل يصك مسامعه، إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية. فقامت وقالت زينب سلام الله عليها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أخطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده. فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جلال مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فما لمح لا تطش جالا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهم، وأبديت وجوههم تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفون أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف ترتجى مراقبة من لفظوا أكباد الأذكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحل والأبغاض، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرح واستاصلت الشعف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتاتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكم، ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعل. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حدثت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين
بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت علي التواهي مخاطبة إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريرك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطوائر الزواكي تنتابها العواسل وتعبرها أمهات الفراحل ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا وهل رأيك ولا ترحض عنك عارا وهل رأيك إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل فقال لها يزيد يا صيحة تحمد من صوائحي ما هون الموت على النوايح والتفت رجل نصراني وهو رسول قيصر إلى يزيد وقال إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى ونحن نحج إليه في كل عام من الأخبار ونهدي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم فأشهد أنكم على باطل فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتله فقام إلى الرأس وقبله وتشهد الشهادتين ثم أخرج الرأس من المجلس وطلبه على باب القصر 3 أيام فسمعت هند بنت عمرو بذلك زوجة يزيد جاءت وهي بأية حالة حاسرة عن رأسها حافية القدمين إلى مجلس يزيد مهتوكة الحجاب وهي تقول يزيد رأس ابن بنت رسول الله على باب دارنا فقام إليها يزيد وغطاها وقال لا ولي على أحيائهم فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين ففعل الخطيب ذلك فصاح علي بن الحسين ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك من النار ثم قال علي بن الحسين ليزيد أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب فأبى يزيد فألح عليه الناس فأذن له بعد كلام يطول بيانه من جملته قال إنه إن صعد المنبر
لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال إنه من أهل بيت قد ذقوا العلم دقا. قال فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، فقال سلام الله عليه أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أتي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وخامر الملحدين ويعزوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأفضل الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداء الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وخاصم المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام الهمام صابر صوام مؤدب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأقواهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد فاسد يفحدهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليس الحجاب وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب انا ابن عديمات العيوب انا ابن نخيات الجيوب انا ابن خديجة
عائشة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء. ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى. فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل، فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن ليخبر عليه كلامه. فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقال ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي وجلدي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت إليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت ذريته وسبيت نساء. فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين. يقول المنهال فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها. وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المنهال وبينا يكلمني إذ امرأة خرجت خلفه تقول إلى أين يا نعم الخلف، فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينايا. ولما خشي يزيد الفتنة وانقلاب الأمر عليه عجل بإخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون. وأمر النعمان بن بشير وجماعة معهم أن يسيروا معهم إلى المدينة مع الرفق. ولما عرف زين العابدين الموافقة من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها، فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان كما في حديث السير. يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق. فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين فتوافوا في وقت واحد.
وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم، واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر فسوه إياه فخر على القبر مغشيا عليه، فرججت عليه شيئا من الماء فلما أفاق قال: يا حسين ثلاثة، ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبا، ثم قال: وأنى لك ذا الجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وغرق بين بدنك وراسك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا وقد غزتك وكف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين ووضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا. ثم جعل ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين، وأنا أخبر عليه أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقال له عطية: كيف ولم نهبط واديا ولم نعل جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأتمت أولادهم وأرملت الأزواج. فقال لي: يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية: هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا، وأما العقيل لما نظرت إلى بني أسد ونسائهم نادت: يا نازلين بكربلاء لعرتكم، يا نازلين بكربلاء لعرتكم، خبر بقتلنا وما أعلمها، ما حال جثة ميت في أرضكم، بقيت ثلاث لا يزار مقامها. ثم جاءت إلى قبر أخيها بعبد الله
وجبت الراس وياك من السبيل وكانت بئس الواي وخويا تقعد يا عز وجلعة حماي انا وبنات رسول الله تنتقل من قبر ابي عبد الله الى قبر ابي الفاضل. بقى اهل البيت 3 ايام في ارض كربلاء وبعد 3 توجهوا الى المدينة قاصدين الرجوع اليها. فلما قربوا المدينة التفت الامام زين العابدين الى بشر بن حذلم وقال له يا بشر رحم الله اباك فلقد كان شاعرا فهل تقدر على شيء منه؟ فقال بلى يا ابن رسول الله اني لشاعر. فقال عليه السلام ادخل المدينة وانعى الحسين عليه السلام. قال بشير فركبت راسي وركبت حتى دخلت المدينة. فلما بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعت صوتي بالبكاء وانشايات يا آل يثرب لا مقام لكم بها يا آل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأعيني مدراره قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مغرج والرأس منه على القنايات يدار. ثم قال هذا علي بن الحسين مع عماته واخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم وانا رسول اليكم اعرفكم مكانا. قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة الا وبرزت من خدرها ضاربة وجهها داعية بالويل والثبور. فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم ولا يوما أمر على المسلمين مين. وأما بنات رسول الله جئنا إلى دار أبي عبد الله صاحت صوتها يا فقد الأحباب والله شموح يا دار الأطياب بهالحال نصيح ورا الباب. أنا معباس جيت جلات بدرين بجايات زيادة وصاحت تلقنا ظلوا يا يقوم ساعدنا ثم البنين راح منه فناديت 4 وبالحرب نفلين مدينة جاتنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهلنا جمعايا رجعنا لا رجال